بعد طريقة الشاورما دي هتنسي اي طريقة كنتي بتعمليها قبل كده. بجد الطريقة دي هتحسسك احساس كده اللي هو انتي واقفة في سوريا وبتعملي احلى شاورما سوري. الريحة، الطعم، الشكل، كل حاجة يا جماعة بجد ملهاش حل. وعايزة اقول لكم ده انا ضحكت عليهم ضحكاية بسيطة كده، وفعلا خالت عليهم ان احنا جايبينها من بره. تخيلوا. تعالوا نشوف عملناها ازاي وقدمناها ازاي. بس قبل ما ابتدي ما تنسوش لايك للفيديو، شير في كل حتة، ويلا نسمي الله ونبتدي. اول حاجة هنعمل مع بعض تتبيلة. نص كوباية من عصير البصل او مية البصل، عليها كوباية صغيرة من الزبادي اللي بنشتريها من السوبر ماركت، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من بودرة البصل، معلقة صغيرة من بودرة الثوم، ونص معلقة صغيرة من الزنجبيل الباودر، ومعلقتين صغيرين من البابريكا. هنعصر ليمونة كده حلوة يكون عصيرها كتير، لو الليمونة صغيرة اعصري 2. هنحط معلقة كبيرة من الخل، وهي دي التتبيلة بتاعتنا. هنقلبها كويس. نسيت اقول لكم هنحط كمان ربع كوباية من الزيت. قلبي كويس لغاية ما المكونات تمتزج تماما. ودلوقتي التتبيلة هتبقى جاهزة. هتجيبي بقى الفراخ بتاعتك تكوني غسلاها بالملح والدقيق والليمون كويس. انا هنا مستخدمه نص كيلو صدور بانيه ونص كيلو اوراك. تقدري تستخدمي صدور بس، ما فضلش تبقى اوراق بس لان هي هتقلب على شيش طاووق، فخليها يا اما ميكس ما بين الاتنين يا اما صدور بس. جبت القالب بتاع الكيك اللي هو الرفيع ده اللي هو بتاع الانجليش كيك، غلفته لان اللي عندي الومنيوم مش تيفال، بورق فويل عليه ورق زبده علشان ما يضرش يعني الفراخ، ودهنتها بالزيت لان مش كل ورق الزبده بيبقى كويس للاسف. في انواع كتير بجيبها وبتلزق فيها الحاجه برضو، مش عارفه انتوا كده زيي ولا ايه. المهم هتجيبي بقى قطع الاوراق الاول. لو انت عامله زي كده ميكس صدور واوراق، حطي الاوراق تحت علشان ما تنشفش منك الصدور لو حطيتيها تحت. وطبقه بقى من الاوراق، طبقه من الصدور، طبقه من الاوراق، وطبقه من الصدور، وهكذا. وانهي من فوق برضو بالاوراق عشان ما تنشفش منك. هندخلها في فرن درجه حرارته 180 لمده ساعه وربع، ساعه وتلت. وهي في الفرن نعمل بقى التومية مع بعض علشان تكون بردت عند التقديم. كوباية من المية، عليها معلقتين كبار من النشا. طبعا الكلام ده على البارد، يعني انتي مش مولعة النار ولا حاجة. هتقلبي النشا في المية لغاية ما تدوب تماما وما يبقاش فيها اي تكتلات. النشا يا جماعة لازم تدوبيها على البارد، لانك انتي لو حطيتيها على السخن النشا بتكلبش وبتعمل زي كتل كده، وده ما بيبقاش احسن حاجة. هتحطي عليهم 3 فصوص توم. انا ما عنديش توم صحيح، فحطيت تقريبا يعني معلقه صغيره من التوم المفروم وقلبتها معاهم. ودلوقتي بقى هولع النار. ليه بحط التوم على النار؟ علشان اللسعه اللي موجوده في التوم تروح كده وما يبقاش بيلسع كده او النكهه قويه زياده عن اللزوم، تبقى يعني نكهه معتدله. هفضل اقلب ايدي فيه ما سيبهاش لغايه ما تبصي تلاقي بدا يكتل معاكي كده. تفضلي تقلبي لغايه ما يتحول للشكل اللي انا هوريهولك. في الاول هيبدا من على الحروف كده، تحسي انه بدا ايه ده بيبوظ ولا ايه. لا ما تقلقيش، ايدك فيه وافضلي قلبي لغايه ما الخليط تبصي تلاقي شايفين الابيض بقى بدا يبقى زي شفاف كده. انتي بداتي تشوفي سواد الطاسه من تحت البياض بتاع التوميه. افضلي قلبي لغايه ما التوميه كلها تتحول للمنظر ده. اهو تقريبا انا شايفة الطاسة تحت كل حتة بيضة. يبقى كده انا تمام ووصلت للدرجة اللي انا عايزاها. طبعا هنا انا مسرعة الفيديو، لكن هي بتاخد شوية وقت في الموضوع ده. هسيبها تبرد تماما، بيبقى ده منظرها. بعد ما تبرد هحطها بقى في الكبة. اهم حاجة تكون باردة، ما ينفعش تحطي بقية المكونات عليها وهي سخنة. حطيت معلقة من المايونيز ومعلقتين من الزبادي. لو انتي ما بتحبيش الزبادي او ولادك بيتضايقوا منه، ممكن تستبدليه كله بالمايونيز، او معلقة من المايونيز وشوية من اللبن الحليب يعني. حطيت شوية ملح وسنة سكر كده على طرف المعلقة، واربع معالق كبار من الزيت، وعصرة ليمونة. بس كده. هضرب لغاية ما يبقى الخليط ده معايا كريمي تماما. لو انت استبدلتي زبادي بحليب ساعتها هيكون القوام سايل اكتر، بس ما تقلقيش بيجي بعد كده ويتقل معاكي. شايفين ده قوامها. هحطها بقى في الطبق واسيبها لغاية التقديم. بعد الساعة وتلت طلعت معايا الفراخ بالمنظر ده.
طبعا كل حد زي ما يكون فرنه، يعني ممكن تقعد مع حد تاني ساعة وربع، ممكن تقعد مع حد تاني ساعة ونص. المهم انك انتي لو ما خدتش اللون ده من فوق يبقى ولعي عليها الشواية. طب ايه الاسياخ اللي انا حطاها دي؟ طبعا هي سايبه من بعض، دي طبقات، فعشان اعرف اقطعها واعرف امسكها لان هي سخنه جدا حطيت الاسياخ بالمنظر ده. وانا بقطع بقى وصلت للحته اللي فيها السيخ بشيله زي ما انتوا شايفين واقطع. اصلا شايفين المنظر زي ما تكوني واقفه في محل شاورما سوري. جبنا العيش السوري دهناه بالتوميه الحلوه بتاعتنا. حطي بقى خيارك المخلل، حطي بطاطس محمره، حطي اللي انت عايزه تحطيه. انا بصراحه كانت البطاطس خلصت، كان الخيار المخلل خلص، ما كانش عندي حاجه، بس الحمد لله السندوتشات كانت حلوه وشغاله برضه. خلصت الكميه كلها، عملت معايا ما شاء الله 7 سندوتشات كبار. جبت طاسه تيفال لاني ما عنديش توستر، لو عندك الساندوتش ميكر او التوستر تمام، ما عندكيش مفيش مشاكل خالص، في طاسه تيفال وقلبيها على كل حته لغايه ما يبقى كريسبي كده وياخد لون حلو من كل الجهات. جبت لكم انا بقى طبق فويل من بره، من اللي بنشتريه من بره ده، وقطعت فيه الشاورما وعملت انا بوكس شاورما صغير كده، قال يعني ايه شاريها من بره وخالت عليهم. وعايزه اقول لكم كمان قالوا لي ايه، لا انت هاتي بقى الشاورما من المحل ده على طول، ما تجيبوهوش من المحل اللي احنا بنجيب منه. ويا سلام بقى على فرحتي بانتصاراتي وانا بقول لهم ان انا اللي عاملاه. يلا جربوا الطريقه دي هتعجبكم، ومع السلامه.